هذه ليش قاعد يصير فيها كذي؟ يعني هذه ليش ما تصير أحسن من مثيلاتها؟ يوم من الأيام كانت هذه المرأة معطاءة، شلون نردها أبو حسين؟ يعني الناس تنتظر شيء، شو تقول؟ يعني شو تقول حق أهلها؟ شوف، الكويت تستاهل كل شيء، تستاهل خير. الكويت تستاهل كل شيء، تستاهل خير. أمانة كلنا الآباء والأجداد سلمونا البلد، يعني سلمونا راية. احنا ايش نبي نسلم العيال الأحفاد؟ سلمونا البلد في ازدهار، في تطور، ويابوا الدستور وبنوا البلد. من عاشوا في هالبلد، الأرض اللي كان قبل لا يطلع النفط في الفقر كنا نسمع، ولين طلع النفط والثراء والدنيا وبدأت التنمية في البلد. احنا شلون راح نسلم الراية؟ احنا شلون راح نسلم الراية للأجيال؟ شو نقول لهم؟ هذا السؤال. شو نقول لهم؟ شنو سلمناهم؟ الكويت ترى تستاهل من عندنا أفضل، تستاهل العمل، تستاهل التضحية، تستاهل ان الواحد يكون مخلص صادق ويا اهل الكويت. يعني احنا قاعد نشوف، احنا نعيش مراحل للاسف لما نكون احنا بالكويت دولة نفطية، من دول ثرية، من دول مركز مالي جدا عالي، صناديق سيادية عالية، ولكن نشوف وضعنا، وضع شوارعنا، المفصل الصحي، المفصل التعليمي والدنيا. يعني هذا المؤلم، هذا مؤلم. شلون نستخدم هذا الألم لإعادتها مرة أخرى؟ احنا هذا الألم لازم نتحرك، لازم نكون صادقين في نبدأ بنفسنا، نبدأ بأنفسنا.